أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الحلقات الطبية في برنامج بيتنا. اليوم رح أخذكم برضو في زيارة لمدينة دبي الطبية، نستعرض وإياكم ملف جديد بناء على طلبات السيدات المشاهدات، وهو السلس البولي عند المرأة والتبول اللا إرادي عند الأطفال. تفضلوا معي نزور مستشفى الإمارات التخصصي مدينة دبي الطبية لنتابع هذا الملف. أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعني وإياكم في برنامج بيتنا ضمن سلسلة حلقات أخصصها للموضوعات الطبية. واليوم نفتح ملف السلس البولي عند السيدات، وأيضا ملف التبول اللا إرادي عند الأطفال. ويسعدني أن أستضيف في هذا اللقاء الدكتور داني عبود، اختصاص جراحة المسالك البولية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، وإن شاء الله نقدم معلومات مفيدة للناس المشاهدين. دكتور، بداية اسمح لي نعرف ما هو السلس البولي. السلس البولي باختصار وببساطة هو عدم القدرة على التحكم الإرادي بالتبول. بتجي الشخص اللي هو ممكن يكون سيدة، ممكن يكون رجل، بيجينا على العيادة بيشكي من تنقيط للبول أو عدم استمساك البول أو عدم قدرة على ضبط البول، يعني بيركض على الحمام بينزل كم نقطة على اللباس الداخلي. عدم القدرة على التحكم بهذا الموضوع هو سلس البول. ممكن ناخذ فكرة مبسطة، ما هي أشكال السلس البولي المتنوعة؟ أشكال السلس البول المتنوعة عند السيدات طبعا سلس البول الجهدي اللي بيصير على أي حركة، سعال، عطاس، الوقوف من وضعية الجلوس. عندنا سلس البول الآخر اللي هو سلس البول الإلحاحي، الأرج انكونتيننس. ده بيترافق غالبا مع الالتهابات عند السيدات، وهذا الموضوع بنشوف عند الشابات الاصغر بالسن اللي عمرهم 20 30 سنه. في عندنا سلس بول اكثر ندره، هو سلس بول دائم، عندها بيصيب كل الناس بغض النظر، يعني كل الاعمار. طبعا ما انا بحكي عن الاطفال، انا بحكي عن البالغين. وسلس بول الدائم، سلس بول الدائم بيكون سببه هو وجود فيستولا. فيستولا هو مجرى صنعي بيتكون بين المثانة أو المبولة والمنطقة النسائية أو الفاجينا. فبتمتلئ المثانة والسيدة قادرة على ضبط البول، بس في مخرج آخر عم يطلع البول فيه على المنطقة النسائية، والسيدة بتلاقي الدايبر أو أي شيء أو الأندروير دائما متبلل وهي ما شعرانة. ده موضوع، هذا أكثر ندرة بصيب السيدات اللي تعرضوا لولادات طبيعية عسرة. طيب، نسبة شيوع مرض سلس البول، اليوم احنا بنخصص الحلقة أكثر للسيدات، فخلينا نركز على السيدات. نسبة شيوع المرض عند السيدات في أي أعمار؟ حضرتك قلت على أطراف العمر، بس أعطيني بالتحديد تمام. كم النسبة التي يشيع فيها سلس البول عند المرأة، والأعمار التي تصاب فيها المرأة بسلس البول؟ سلس البول عند السيدات، الدراسة على مستوى العالم بتقول 30% من السيدات بين ال 50 و 70 سنة يشكون من سلس البول. 30% من كل 100 سيدة، عندنا 30 منهم يشكون من سلس البول. طبعا دي دراسة أجرت على السيدات أعمارهم بين ال 50 و 70 سنة. على الرغم من أنه نحن بنقول بين ال 50 و 70، إلا أنه بعض الصبايا بأعمار ال 20 وال 30 يصابوا بمرض سلس البول، وللأسف بسبب لهم إحراج شديد. تعرف يعني هذا المرض أصلا يسبب إحراج للمرأة بشكل عام في أي عمر، فما بالك بين ال 20 وال 30؟ تماما. شو السبب؟ السبب الرئيسي اللي بيؤدي لهذا الموضوع هو الالتهابات. غالبا بيكون التهابات سواء نسائية أو بولية، أو عوامل مرافقة، حصوات أحيانا ممكن تتظاهر بسلس بول عند الشابات بعمر ده. طبعا في عندنا شيء آخر، أمراض شوي أندر وبيكون نتيجتها هذا الموضوع، الأمراض العصبية، اضطرابات الأعصاب، انهدام فقرات، أشياء بتعلق بالسباينال كورد. إذا دكتور، ممكن تصاب المرأة في أعمار صغيرة بمرض السلس البولي، ولكن ما هي أبرز الفحوصات التي تستخدموها أنتم كأطباء لتشخيص حالة السلس البولي؟ قبل بدء العلاج يجب إجراء الفحوصات التالية. الفحوصات هي بتشمل فحص للبول ومزرعة للبول، فحص لسكر الدم، فحص ألترا ساوند أو الأمواج فوق الصوتية، فحص نسائي، والشيء اللي كتير مهم اللي هو اسمه يوروديناميك ستادي،
اللي هو دراسة عصبية حركية للمثانة، واللي هو مش متوفر بكتير أو متوفر بعدد محدود جدا من الأماكن، ومنهم مشفانا الإمارات التخصصي مدينة دبي الطبية، اللي هي عبارة عن تشير. التشير كونكتد تو كمبيوتر، يعني كرسي مرتبط بكمبيوتر تماما. وفي عبارة عن بعض الأسلاك تنوصل بين أماكن محددة عند السيدة والجهاز، وبصير ملء المثانة بالماء أو السيروم نحن بنسميه أو بالنورمال سلاين. وأثناء ملء المثانة الوايرز أو اللواقط اللي حطيناها على الجسم تعملنا دراسة خلال 40 دقيقة تقريبا لوظيفة المثانة. تمام. وهيدا الفحص إلزامي عند كل سيدة عندها سلس للبول وقبل العلاج. دكتور داني، ما هي أبرز العلاجات التي تستخدموها لعلاج السلس البولي، وهل هناك علاجات غير جراحية لهذا المرض؟ طبعا نحن بنبدأ بالعلاج للسلس البول عند السيدات. في شيء اسمه نصائح، شيء اسمه بيلفيك فلور تريننج، ماسل تريننج، تدريب عضلات الحوض، تدريبات، تعليمات نعطيها، طريقة اكسرسايز نعطيها للسيدة، بنعلمها كيف تعمل. وهذا الموضوع بتستمر في السيدة 3 أشهر. بالتوازي معه في عنا، وفعلا هذا حصريا موجود عندنا بالمستشفى، جهاز تحريض عصبي عضلي للحوض عند السيدة، اللي هو يعني علاج بالأمواج المغناطيسية لعضلات الحوض عند السيدات. واللي بصير بطريقة التريتمنت كتير سهلة. السيدة بتيجي مرة بالأسبوع لعند الطبيب في تريتمنت روم. السيدة بتقعد على كرسي بتقرأ مجلة، بتشرب قهوتها، وهالجهاز بيشتغل، ببلش يطلق امواج مغناطيسيه او الكترومغناطيك، يعني كهربائيه مغناطيسيه بدون اي احساس لا بالالم ولا باي شيء. هاي الامواج بتحفز الاعصاب بمنطقه الحوض، بترجع مع الوقت، يعني اسبوع ورا اسبوع. هي 6 جلسات السيده بتحتاج تعمل كونتراكشن لعضلات الحوض. لقينا نحن نسبة تحسن عالية. طبعا هي موجود جهاز بأمريكا وموجود بمشفى الإمارات التخصصي. تمام. وفي كمان علاجات ثانية حكيت فيها. في علاجات ثانية كمان، طبعا حسب شكل السلس وحسب شدة السلس. نحن ممكن إذا كان السلس من منشأ عصبي، يعني عندنا المثانة أو المبولة contracted nervous، أنا بتميز اللي هي عصبية. أنا بتميز بهذا الموضوع، عندي شهادة من جرماني بالموضوع. ندخل بالمنظار تحت تخدير نصفي. السيدة بتكون صاحية بس مخدرة نصفيا، يعني بدخل بالمنظار خلال تقريبا 10 دقائق تماما. أحقن البوتوكس بالبلادر، وحقن طبعا نحن بنحقن 20 انجكشن بالبلادر وول. فهذا الموضوع بيخلي البلادر ريلاكس مور، وممكن يساعد بحالات الاوفر اكتيف بلادر، المثانة العصبية. في عندنا علاج آخر جميل جدا بالحالات السيدات اللي عندهم المثانة سعة طبيعي ووظيفة طبيعية، بس السفينكتر اللي هي معصرة، اللي هي بتضبط البول بمخرج المثانة أو بعمق المثانة ضعيفة. فنحن ندخل كمان بالمنظار، تخدير موضعي كمان بنعملها خلال 3 دقائق. نحقن مادة فيلر زي فيلر الوجه العادي. زي فيلر، مادة مالئة بالمنطقة، فبتعمل تسمك، فبتضبط البول بشكل جميل جدا. طبعا اذا بدنا نتقدم شوي بالعلاجات، خصوصا السيدات اللي عندهم رخاوه بالحوض بس ما في عندهم هبوط، طبعا في عندنا هلا حاليا تيب اللي هي عباره عن شبكه رقيقه كثير، كمان بالتخدير الموضعي او ممكن تخدير نصفي. ندخل بجراحه قليل امنه غير نازفه بسيطه جدا. ندخل نحط الميش او الشبكه بتدعم اليوريثرا شويه او مخرج البول او الحليل او المثانه، بتدعمه شويه، فبتساعد كثير. ونتيجه مدروسه لاكثر من 7 سنوات، النتيجه تقريبا 80% نسبه الشفاء عليها. ما شاء الله. يعطيك العافية دكتور، حكيت لنا عن ملف السلس البولي عند المرأة بطريقة مختصرة لكن واضحة جدا، بس ما بنقدر نناقش موضوع المرأة بدون ما نناقش موضوع الطفل، وخصوصا التبول اللا إرادي عند الأطفال. يا ريت برضو حضرتك تعرف لي التبول اللا إرادي عند الأطفال.
التبول اللا إرادي عند الأطفال موضوع جدا مهم ويقلق كثير شريحة كبيرة من الناس، وحتى بيأثر على نفسية الطفل بس يصير بعمر 6 سنوات 7 سنوات. وطبعا معظم اشكاله هو التبول اللا ارادي ليلي عند الاطفال بعد النوم، بصير الطفل محرج وحتى متاثر نفسيا بالموضوع. اذا التبول اللا ارادي الليلي عند الاطفال هو هو تبليل الطفل لفراشه اثناء النوم باختصار. ما هو العمر اللي انتم بتعتبروا فيه انه في مشكله؟ نحن العمر بعد ال5 سنوات صار اسمه تبول لا إرادي ليلي عند الأطفال يحتاج لعلاج. نسبة شيوعه بين الأطفال قديش؟ طبعا على مستوى العالم الدراسات اللي أجريت لقوا 15% من الأطفال بعمر ال5 سنوات لديهم تبول لا إرادي ليلي بشكل طبيعي. بعمر ال10 سنوات لقوا نسبة 10% من الأطفال بعمر ال10 سنوات عندهم تبول لا إرادي ليلي، والقلة القليلة من الناس أو الأطفال يبقون بدون شفاء أو غير شافين حتى البلوغ، والنسبة اللي بتبقى عند البلوغ 0.5%، يعني نص بالمية من الأطفال بعمر البلوغ بيبقى عندهم هاي المشكلة، البقية solve by itself. ما بننتظر للبلوغ للعالج، نحن العلاج بيبدأ بعد عمر ال5 سنوات. في حال 5 سنوات قطعها وما نو قادر يضبط نفسه بالليل فلازم يراجع الطبيب للعلاج. طب دكتور، أسباب مرض التبول اللا إرادي عند الأطفال؟ طب الأسباب هي عبارة عن 3 نظريات. النظرية الأولى بتقول هي إنه سعة المثانة عند بعض الأطفال اللي بيشكوا من هاي القصة، سعة المثانة أو المبولة هي قليلة، فالإنسان الطفل بالليل عم تمتلي المثانة لسبب من الأسباب عم يفلتهم لأنه سعة المثانة قليلة. النظرية الثانية بتقول إنه الجهاز العصبي عند الأطفال اللي بيشكوا من هاي المشكلة إنه ناقص النمو او ناقص الوظيفه، مش معناتها انه هو انه في مشكله صحيه بالجهاز العصبي يعني، بس انه يحتاج تدريب او اذا ما اكتمل تدريبه فما بيقدروا يتحكموا بالبول، علشان كده هي القصه بتسولف باي اتسيلف مع الزمن. النظرية الثالثة هي انه كلة هاي الناس او هاي الاطفال الكلى عندهم، الجهاز الكلوي عندهم يطرح البول بالليل اكثر من النهار او اكثر من اقرانهم يعني اللي ما عندهم هاي المشكلة، فلقوا انه كمية البول اللي عم تطرح عندهم كانت اكثر. دكتور، بحب اخذ فكرة عن اهم العلاجات اللي ممكن تتبعوها مع الطفل اللي عنده تبول لا ارادي، وهل هناك دور للام شيء تعمله في البيت، تمرينات او شيء مع ابنها قبل ما تبدا بالعلاج الطبي مع الطبيب المختص؟ تماما. بالنسبة لكل السيدات بيجيبوا اولادهم لعندي بيكونوا بادئين هم بشيء ما. طبعا هذا الشيء بتخلله غلط. الصح والغلط طبعا انه يمنعهم عن شرب السوائل قبل النوم او بيوقظوهم اثناء الليل مرة او مرتين لقضاء حاجة التبول. طبعا هذا بشوفه عن كل السيدات، كلهم بدأوا يقوموا بهذا العمل. بس الجانب الخطأ بيكونوا عم يعملوه بالبيت هو التوبيخ. اوكي. التوبيخ كثير خطأ للطفل، لأن الطفل مش بإيده عم يعني الطفل 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات هو مش حابب الموضوع، فهو مش حابب يعني انه القصه وحابب يتعالج منها، بتجي اهله بيوبخوه، بتجي والده بيوبخوه، وهذا الموضوع خطا جدا. العلاج الدوائي طبعا عندنا ادويه بتخفف اطراح الكلى للبول، في ادويه ثانيه بترخي المثانه، في ادويه ثانيه بتشد المعصره تبعت المثانه او بوابه المثانه بحيث يقدر الطفل يضبط البول، وطبعا النتيجه جميله جدا. طبعا النتيجه اذا بقينا بس علاج دوائي، الطفل بعد 3 شهور بياخذ العلاج، بعد 3 شهور بوقف العلاج الدوائي وبيرجع بينتكس مره ثانيه. علشان كده نحن لازم نتماشى مع العلاج الدوائي بعلاج نفسي سلوكي، دعم نفسي سلوكي للطفل، برنامج بنعطيه للطفل وللاهل. كثير مهم نحن نظام المكافاه. صدق كثير عم نلاقي نتيجه رائعه نظام المكافاه بالموضوع، انه الطفل اذا مثلا بقي 2 أو 3 أيام ما بل الفراش ولازم نجيب له هديه، لازم ندعمه نفسيا، يعني نعطيه شيء انه انا لازم اعمل هيك طبعاً علشان طبعا التحفيز اجمل من العقاب تماما. دكتور، برايك هل تعرض الطفل للتنمر او الاعتداء الجنسي او الجسدي او التوبيخ المستمر ممكن يخليه يصير عنده كردة فعل نفسية تبول لا ارادي؟ طبعا في علاقه شديده بين المواضيع دي والتبول اللا ارادي اللي عند الاطفال. نعم. طبعا لانه هذا الموضوع بياثر على نفسيه الطفل. طبعا هون الموضوع كثير مهم يكون في معالج نفسي للطفل. وإضافة لهالشيء أنا رح أضيف لك شغلة ثانية. أحيانا السيدات الطفل بيكون
اموره ماشيه تمام ونظف بعمر معين، يعني بعمر بكير، وقادر على ضبط البول بالليل والنهار. بعد فتره بصير بيرجع الموضوع عنده اللي هو التبول اللا ارادي ليلي ثانوي. بنلاحظ بنشوف انه السبب هو انه الام جابت طفل ثاني وصارت تهتم بالطفل الثاني تماما. يعني دكتور أبدعت، يعطيك ألف عافية، لكن قبل ما ننهي لازم نسمع منك نصيحة للسيدات اللي بيتابعونا سواء في موضوع السلس البولي أو التبول اللا إرادي عند الأطفال. تفضل الكاميرا معك. بنصح أي سيدة عندها أي شكوى إنه ما تترك نفسها للقلق والشكوك والهواجس، وتسأل هون وهون وهون، تراجع الطبيب المختص اللي بيعمل الفحوصات اللازمة وبيعطيها النصيحة اللازمة، أو احتاجت العلاج بيعطيها العلاج اللازم، وممكن يبسط لها الأمر كتير أكثر بكتير ما هي يعني عايشة فيه. يعني فبنصح بالمراجعة الطبية. شكرا جزيلا دكتور، سعدنا اليوم بلقائك الدكتور داني عبود. كل التوفيق ونلقاك في ملفات أخرى بإذن الله. وبهيك بنكون أنهينا الحلقة اللي خصصناها للسلس البولي والتبول اللا إرادي، وبتمنى دكتور داني يكون أجاب على أسئلتكم اللي متعلقة بهذين الموضوعين. ألقاكم على خير في حلقات لاحقة. تابعونا على اليوتيوب لتشوفوا كل جديد من برنامج بيتنا.